الحكم يعلن عن خطأ. محاولة لفريق حسنية أكادير. الهدف الأول للحسنية اللي سجلوه اعتقد اللاعب اوك بديع اوك يؤكد الحضور، وفي الدقيقة 11 يسجل الهدف الأول لفائدة فريق حسنية أكادير. على أي هذا اللاعب باغت فريق الرجاء بمحاولة وأعطت الهدف الأول، هدف اللي جاء مبكرا ويمكن يعطينا يعني صورة أخرى ويعطينا اجتهادات أخرى للفريقين. لاحظ كيف كانت التوغل ديال اللاعب أوك اللي سجل الهدف الأول لفريق الرجاء. كانت البركاوي نفذ ضربة الخطأ بسرعة. وهنا كنرجع للطريقة ديال سكيتيوي، فهو مخلي البركاوي وأوك في الأمام مع ضيق الرجاء بواسطة اللاعب أوساغونا. هدف من الطراز الرفيع. جميل. أوساغونا يهز شباك الحسنية بهدف من الطراز الرفيع. رد فعل قوي لأوساغونا يسجل هدف تعادل لفائدة الرجاء. أوساغونا عودنا على أنه كان قوي في الضربات الرأسية في الارتقاء العالي. اليوم كيستعمل الذكاء، كيستعمل التركيز، وكيسجل هدف أونطولوجي من أحسن الأهداف ديال البطولة حتى الآن. لكن الحسنية فاجأنا بالهدف من خلال تنفيذ الضربة بسرعة ومن خلال الخبرة ديال العناصر ومن خلال كذلك الأداء الجيد لعناصر الحسنية. الرجاء يرد بطريقة ممتازة بواسطة اللاعب أوساغونا. لاحظ كيف أن أوساغونا يعني اختار الزاوية 90 ليسدد في شباك الحارس فهد الحمادي مسجلا هدف تعادل. لا يسجل هدف ثاني لفريق الرجاء. هذا اللاعب اللي برز بشكل كبير في هذه المباراة. لاحظ كيف ان التمريره كانت ذكيه من الحافظي والاستغلال كان اذكى من لونتيسيباسيون ديال اوساغونا. سبق المدافع بدا كيسير الكره، ولونتيسيباسيون التوقع ديال اوساغونا كان في الاتجاه الصحيح، ولعب وراء الظهر ديال المدافع واستغل الفرصه وسجل، وهذا هو الهداف القناص. وهذا اللاعب اختر في البطوله الوطنيه اللي هو هذا اللاعب كتحس به مخلوق من اجل التهديف، ما مخلوقش من اجل اللاعب الاستعراضي او اللاعب الاخر، ولكن هو في مربع العمليات فهو كيكون الاقوى من المهاجمين في البطوله المغربيه. اذا هدف ثاني لفريق الرجاء في الدقيقه 30 بواسطه اللاعب أوساغونا اللي سجل جوج ديال الاهداف في هذه المباراه لفائده فريق الرجاء. الحافظي كيسجل. اذا هدف ثالث لفائده فريق الرجاء 3-1 امام فريق حسنيه اكادير. وربما اطمأن على النتيجه ديالو، على نتيجه الفوز فريق رجاء البيضاوي. حسنيه اكادير عانى الشيء الكثير بخروج لاعبين. كنظن بانه خص اللاعبين انه يكونوا رزان، لانه ضيعوا فريق باكمله. نتمنى انه في مستقبل الدورات او مستقبل الايام انه هاد اللاعبين يتفادوا بحال هاد السلوكات. الرجاء الرياضي البيضاوي بن حليب للاعب الحافظي يسجل هدف رابع وهدف 10. الحافظي يسجل هدف رابع وهدف 10. يعني دعم الحصيله ديالو. الحافظي دعم الحصيله ديالو بهدف رابع و4 ديال الدقائق كوقت محتسب بدل ضائع في الجوله الثانيه. ستمر قاسيه على فريق حسن. رقم 4 كان هو المميز في هذه الدقيقه. 4 ديال الاهداف للرجاء و4 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع في هذه اللحظات. والحافظي هنا كيوصل للمهدي النغمي والمراد باطنه ب10 اهداف، دابا ثلاثي كهدافي بطوله هذا الموسم. من سيفوز بلقب الهداف ننتظر. ولكننا كنهضروا على الوتيره ديال التنقيط غاديه ببطء في هذه البطوله، فالوتيره ديال التهديف بالنسبه المغرب الفاسي ايضا حصل على لقب هذه البطوله بقياده رشيد الطاوسي. الان في هذه المباراه اللي كتجمعوا بفريق حسنيه اكادير. جولة ثانية تراجع المستوى ديال اللقاء، تدني المستوى البدني خصوصا الحسنية في ظل النقص العددي. الإيقاع لم يرقى للمستوى المطلوب، حتى في بعض الأحيان دخلت هذه الجولة هذه في الرتابة. تباعد الخطوط وتباعد اللاعبين الحسنية مرده النقص العددي بعد خروج لاعبين خصوصا من الوسط. 47 نقطة الحكم يعلن عن خطأ. محاولة لفريق حسنية أكادير. الهدف الأول للحسنية
اللي سجلوه اعتقد اللاعب اوك بديع اوك يؤكد الحضور، وفي الدقيقه الحادية عشرة يسجل الهدف الاول لفائده فريق حسنيه اكادير. على اي هذا اللاعب باغت فريق الرجاء بمحاوله واعطت الهدف الاول، هدف اللي جاء مبكرا ويمكن يعطينا يعني صورة أخرى ويعطينا اجتهادات أخرى للفريقين. لاحظ كيف كانت التوغل ديال اللاعب أوك اللي سجل الهدف الأول لفريق الرجاء. كانت البركاوي نفذ ضربة الخطأ بسرعة. خاص اللاعبين أن يكونوا رزان لأنه ضيعوا فريق بأكمله. نتمنى أنه في مستقبل الدورات أو مستقبل الأيام أنه هاد اللاعبين يتفادوا بحال هاد السلوكات. الرجاء الرياضي البيضاوي بن حليب للاعب الحفيدي يسجل هدف رابع وهدف عاشر. الحفيدي يسجل هدف رابع وهدف عاشر. يعني دعم الحصيله ديالو الحفيدي دعم الحصيله ديالو بهدف رابع و4 ديال الدقائق كوقت محتسب بدل ضائع في الجولة الثانية. ستمر قاسية على فريق حسن. رقم 4 كان هو المميز في هذه الدقيقة، 4 ديال الأهداف للرجاء و4 دقائق كوقت. وهنا كنرجع للطريقة ديال سكيتيوي، فهو مخلي البركاوي وأوك في الأمام مع ضيق الرجاء بواسطة اللاعب أوساغونا. هدف من الطراز الرفيع. جميل. أوساغونا يهز شباك الحسنية بهدف من الطراز الرفيع. رد فعل قوي لأوساغونا يسجل هدف تعادل لفائدة الرجاء. أوساغونا عودنا على أنه كان قوي في الضربات الرأسية في الارتقاء العالي. اليوم كيستعمل الذكاء، كيستعمل التركيز، وكيسجل هدف أونطولوجي من أحسن الأهداف ديال البطولة حتى الآن. لكن الحسنية فاجأنا بالهدف من خلال تنفيذ الضربة بسرعة ومن خلال الخبرة ديال العناصر ومن خلال كذلك الأداء الجيد لعناصر الحسنية. الرجاء يرد من اجل اللاعب الاستعراضي او اللاعب الاخر، ولكن هو في مربع العمليات فهو كيكون الاقوى من المهاجمين في البطوله المغربيه. اذا هدف ثاني لفريق الرجاء في الدقيقه 30 بواسطه اللاعب أوساغونا اللي سجل 2 ديال الاهداف في هذه المباراه لفائده فريق الرجاء. الحفيدي كيسجل. إذا هدف ثالث لفائدة فريق الرجاء 3-1 أمام فريق حسنية أكادير. وربما اطمأن على النتيجة ديالو، على نتيجة الفوز فريق رجاء البيضاوي. حسنية أكادير عانى الشيء الكثير بخروج لاعبين. كنظن بأنه طريقة ممتازة بواسطة اللاعب أوساغونا. لاحظ كيف أن أوساغونا يعني اختار الزاوية 90 ليسدد في شباك الحارس فهد الأحمدي مسجلا هدف تعادل. لا يسجل هدف ثاني لفريق الرجاء. هذا اللاعب اللي برز بشكل كبير في هذه المباراة. لاحظ كيف أن التمريرة كانت ذكية من الحافظي والاستغلال كان أذكى من ولونتيسيباسيون ديال أوساغونا. سبق المدافع بدا كيسير الكرة، ولونتيسيباسيون التوقع ديال أوساغونا كان في الاتجاه الصحيح، ولعب وراء الظهر ديال المدافع واستغل الفرصه وسجل، وهذا هو الهداف القناص. وهذا اللاعب اختر في البطوله الوطنيه. لا هو هذا اللاعب كتحس به مخلوق من اجل التهديف، ما مخلوق